السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. بخصوص مذكرات الطلبة اللي أنهكت أولياء الأمور، أنا ما راح أوجه اللوم لوزارة التربية نهائيا في هذا الجانب، لكن راح أوجه اللوم على اثنين. الأول لبعض المدرسين والمدرسات المش محترمين اللي يلزمون الطلبة إما المذكرات أو نقص درجات، واللوم الثاني على بعض أولياء الأمور اللي مثل ناقة الله وسقياها، ادفع يدفع، ما يعرفون اللي لهم واللي عليهم كمواطنين. يعني وزارة التربية مشكورة أصدرت قرار تمنع بيع المذكرات التعليمية داخل المدرسة، وعدم إلزام أولياء الأمور بأي أعباء مالية أو مشاريع خارجية. مشاريع خارجية يعني مراكز الخدمة وغيرها. ومن يخالف هذا القرار سيتعرض للمساءلة القانونية. شوفوا المصدر. يعني الواحد يتساءل شنو هالجرأة اللي عند بعض المعلمين أنهم ما يخافون من المساءلة. السبب بسيط، لأن بعض أولياء الأمور مثل القواطي يدفع ولا يبالي ولا يعرف حقه القانوني، ما يعرف ياخذ هذا القرار ويحطه بعيون الناظرة أو المعلمة اللي طلبت منه مذكرات. الإجراء كالتالي: شنو تسوي؟ من مصدر مسؤول في وزارة التربية تقدم شكوى في المدرسة، ومن ثم تقدم شكوى في المنطقة التعليمية، وهناك يتم إجراء اللازم. يعني المعلم خالف القرار، تجي أنت يا ولي أمر الطالب أو الطالبة وتساعده على الغلط. يعني ما احنا عارفين متى نصلح الإعوجاج اللي في الديرة إذا احنا ما أصلحنا أنفسنا. وبعدين يا عزيزي المعلم أو المعلمة، ابعدوا عن الشبهات ومن قول من المستفيد. يمكن في ناس تقول أن لك نصيب من هذه المذكرات اللي تنباع في خدمة المواطن، فسكر الباب وابعد عن الشر وغني له. ودرسوا الطلبة من الكتب اللي كسرت ظهور عيالنا. وإذا أنتم شايفين أن الكتب ما منها فايدة، بدلوها بمذكرات على ميزانية وزارة التربية، وكان الله غفورا رحيم. السلام عليكم.